السلام عليكم اصدقائي الاعزاء، ازاي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحه وسعاده. الله اكبر الله اكبر. ده ايه ده؟ الاذان؟ الاذان. قد قامت الصلاه. اللهم صل على حضره النبي، صل على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. مجد سيدك يا اخويا، المجد لله في الاعالي والارض السماء. طيب، الاذان سنه واقامه الصلاه فرض. طب وابوك وامك ايه ظروفهم معاك؟ ايه ظروف ابوك وامك؟ بسم الله ما شاء الله، لبست الجلابيه البيضاء وكويتها طبعا الاول، واستحميت قبليهم، وحطيت شويه برفانات، ومسكت السبحه في ايدك، وانطلقت من بيتك للمسجد عشان تأدي فرض ربنا. وامك وابوك ما لهمش فرض عليك، وبالاخص لما يبقى في بينك وبينهم مسافه صغيره. ما هو احنا لو قلنا من شرق مصر لغربها، ومن جنوب مصر لشمالها، ومن الشمال الشرقي للجنوب الغربي، مصر كلها فيها مواصلات، فأصبحت دقايق بعد ما كانت أيام، وأصبحت ساعات بعد ما كانت شهور. السفر من أول مصر لآخر مصر في مواصلات ممكن تقطعها في 8 ساعات، وفي طيارة ممكن تقطعها في ساعة ونص. فأصبحت المسافة بينك وبين أبوك وأمك دقايق. فين فرض ربنا يا سادة يا محترمين؟ اللفندية اللي كل حد وكل جمعة بيتزينوا وبيروحوا الكنيسة وبيعبدوا ربنا، فين حق الأب والأم؟ ما هو احنا كلنا بنقول يا رب. انت مسلم مسيحي بتقول يا رب. أبوك وأمك فين؟ هو ربنا مش هيحاسبكم عليهم؟ يعني مش هيقول لكم بلغوا من السن وكبروا ومرضوا ملهمش حق عندك؟ رميت على اي حد تاني، ان كان في حد في الاسرة فرميتوا عليهم، سواء كنتوا رجالة او ستات، خلاص مستنيين ايه؟ مستنيين لما نقول لك تعالي يا فلانة امك ماتت، تعالى يا فلان ابوك مات، تعالى يا فلان، مش لاقيين حد يخدم؟ ولا من باب اولى تروحوا تبروا الوالدين زي ما شالوكم في الصغر وخلوكم لغاية ما شبتوا على رجليكم، واول ما استقويتم واشتغلتوا وحطيتوا فلوس في جيوبكم اول ناس دوستوا عليهم الاب والام، وكنتوا في منتهى الانانية. ومع ذلك الاب والام اول ناس بتسامح الابناء. لكن لما يوصل بيهم الامر ان فيهم حد توفى ومفيش حد بيشق عليه، ولا حتى بيشوف التربة بتاعته سليمة ولا قديمة ولا اتكسرت، لما يكون فيهم حد رقد واصبح طريح الفراش ومحدش بيقول لها انت فين او انت فين، ايا كان اللي راقد ده اب او ام. كنا فالحين بس واحنا شباب ورجلينا شالتنا نطلع كده نتدرى في الحيطان عشان جايبين كيس فاكهة مش عايز امك تشوفه ولا ابوك يشوفه. الاب والام يا سادة محترمين اللي كانوا يتمنوا الرضا لابنائهم يرضوا، هو ده حالهم في الكبر يا سادة محترمين. اما دار مسنين او رمية في البيت من غير ما حد ما يسأل، او ندوس على جميع حقوقهم. الاب مفتاح الجنة. الاب مفتاح ايه؟ الجنة. والاخت طريقك للجنة. بس الام هي لا مفتاح الجنة ولا طريقك للجنة، لان الام هي الجنة نفسها. ولما انت تستغني عنها في الدنيا تفتكر ان انت هتشم ريحتها في الاخرة؟ يعني انا نفسي اسأل السؤال ده. انا راجل بصلي وبصوم وبقول اللهم صل على حضرة النبي وبمجد سيدي والكلام ده كله، ربنا مش هيحاسبني على ابويا وامي؟ حتى لو انا بقيت رب اسرة، حتى لو انا كمان كبرت بعد ما كان عندي 30 40 50 60 70 ايا كان، بس ابويا وامي عايشين. بس ابويا ميت وامي مريضة، بس امي ميتة وابويا هو اللي راقد. الاحوال بتختلف من اسرة لاسرة يا سادة محترمين، وده كاس وداير على الجميع. اوعى رجلك توزك، ولا الشيطان شايف صحتك انت كويسة الشيطان يوزك وتقول يلا بقى ما خلاص هم هيعيشوا ايه تاني اكتر ما عاشوا. اوعى، لحسن ده كاس وداير وهيجي عليك اليوم اللي ترقد. بس هم ربنا سخر لهم برضو اللي يسأل عنهم. ممكن حد من ابنائهم
ربنا حط الحنية في قلبه او قلبها، ممكن حد من الجيران، ممكن حد من الاقارب، بس انتوا لما هيجوا عليكم الدور مش هتلاقوا غير الدود هيطلع من اجسامكم، وانتوا على قيد الحياة ينهش في لحمكم، مش هتقدروا تدافعوا عن انفسكم. الاب والام يا سادة محترمين في الدنيا الوحيدين اللي محدش يحاسبهم رب العزة وحده، حتى لو كان اخطاء الدنيا فيهم رب العزة وحده هو اللي يحاسبهم. لكن انت مش مطلوب منك غير تأدي فرض ربنا، وفرض ربنا ما هوش صيام وصلاة وزكاة على الفاضي كده وخلاص، ما هوش رايح الكنيسة وجاي من الكنيسة كده على الفاضي وخلاص، وسايب امك راقدة من قرحة لجلطة لذبحة لزهايمر لكسر في المفصل. والكلمتين دول انا قصد بيهم حد معين. تاخدي ولادك وتروحي على الكنيسة وبينك وبين امك مفيش نص كيلو، يعني 500 متر، توك توك 5 جنيه، تلاقي نفسك عند البيت بتاع والدتك. ما بتسأليش وعن تعمد ما بتسأليش، وحضرتك ما بتسألش. هي دي الإنسانية، هو ده كده ربنا وصانا عليهم. قالك لما يوصلوا من الكبر عتيا دوس عليهم وسيبهم ما يعرفوش عنك حاجة، وبالأخص لما يكونوا مرضى مش قادرين يتكلموا. جلطة بتمنع الكلام، خرز بيمنع الكلام، زهايمر بيمنع التفكير وبيمنع، خلاص داس على كل حاجة. وأكم من أنواع الأمراض اللي بتصيبنا جميعا، مش بتصيب الأب والأم، بتصيبنا جميعا في الصغر وفي الكبر. هو ده حقهم علينا يا سادة محترمين لما يكبروا، حتى لو ما كانوش مرضى بس كبار السن حسوا بالوحدة، والأم يبقى عندها 3-4 عيال بين الصبيان وبين البنات ومحدش بيسأل فيها ولا حتى بالزيارة ولا حد بيقول لها انت فين. هم دول، هي دي الأم اللي حملت فيك وشالت بلاويك لغاية ما شبيت على رجلك وبقى عندك 20 سنة وبدأت تدخل الجيش بعد كده. ما انت لغاية 20 سنة و21 سنة، ولو كملت تعليمك يبقى لغاية 3-4-25 سنة كمان بتمد ايدك وبتاخد من ابوك وامك وشايلين خراك. كل ده ما يشفعش عندك لما انت شديت حيلك واشتغلت وحطيت فلوس في جيبك ما تسألش في ابوك وامك. وبالاخص بقى لما رقدوا. ومش هعيد الكلام اللي انا قلته لان الحنية لا تباع ولا تشترى. بس يا سادة محترمين احنا ما نستناش يوم القيامة علشان نعرف مين داخل الجنة ومين داخل النار. في امكاننا ندخل الجنة واحنا موجودين على الارض برعايتنا للاب والام، خلاف ذلك باب جهنم مستنيك على الارض وفي الاخرة، وكل واحد عقله في راسه يعرف خلاصه. السلام عليكم.